مساء الخير مشاهدينا. قبل ما نبدأ كلامنا عن الانتخابات في مصر لازم نسأل سؤال واحد. عمرك سألت نفسك ليه نظام الانتخابات ممكن يفوز مرشح وفي نظام تاني بنفس الأصوات ونفس المرشحين بيفوز مرشح مختلف؟ ده مش فيلم ولا مؤامرة، ده بسبب النظام الانتخابي اللي بيتحسب بيه الأصوات. احنا مش جايين نتكلم عن الانتخابات بشكل عام، احنا جايين نتكلم عن ايه الهدف الحقيقي اصلا من الانتخابات. الفكرة مش عد اصوات وخلاص، الفكرة ان البرلمان يبقى صورة حقيقية من المجتمع، كل اطيافه متشافة وكل صوت ليه قيمة. هي دي المشكلة تقريبا اللي بتواجه كل دول العالم، ازاي نوازن بين التمثيل العادل من ناحية والحكم الفعال من ناحية تانية. في نظم انتخابية بتضيع أصوات ناس كتير، وفي نظم تانية بتعمل برلمان شكله بيمثل الكل لكن بتطلع منه حكومة مش أفضل حاجة. الموضوع أكبر شوية من الأرقام عشان هو بيمس استقرار دولة كاملة. الناس فاكرة ان الانتخابات مجرد عد أصوات، لكن الحقيقة ان في أكتر من نظام لحساب الأصوات، ونفس ال100 صوت ممكن فائزين مختلفين يطلعوا حسب القواعد. يعني لو في 3 مرشحين، واحد جايب 40 صوت، واحد جايب 35 صوت، واحد جايب 25 صوت، في نظام هيكسب اللي جاب 40، وفي نظام تاني هيجيب اللي جاب 35، ونظام تالت ممكن يكسب اللي جاب 25. خلوني قبل ما نتكلم على النظام الانتخابي عندنا ندي مثال بسيط يوضح الفكرة. نفس البلد، نفس ال100 ناخب ونفس المرشح، لكن نظام الأغلبية بيعد الأصوات مرة واحدة، وأعلى رقم يكسب حتى لو ما جابش 50% من الأصوات يكسب لأنه جاب 40%. نظام الجولتين، لو محدش عدى 50% نعمل إعادة بين أعلى 2، وأصوات التالت بتتحسم في الجولة التانية، ووقتها ممكن أصوات جيم تروح لب وهو اللي يكسب مش ألف. في نظام تالت بقى بالنقاط. الناخبين بيرتبوا المرشحين كل ترتيب ليه نقاط. أنصار ألف وب بيكرهوا بعض فبيرفعوا جيم للمركز الثاني. النقاط هنا بتتجمع من الجانبين عند جيم، فهو اللي بيكسب رغم ان هو واخد 25 صوت كانوا مأيدينه من الاول. فكروا فيها كده، مش كل نظام بيجاوب نفس السؤال. في نظام بيسأل مين الاكثر شعبية، وفي نظام بيسأل مين الاقل رفض، وفي نظام بيسأل مين يقدر يجمع اكبر عدد من الناس حواليه. وكل واحد فيهم بيطلع فايز مختلف بنفس الأصوات ونفس المرشحين. عشان كده بنقول إن القاعدة هي اللي بتحدد مين اللي هيكسب. عشان كده هنفهم النهاردة الصورة بشكل بسيط وبطريقة مختلفة مع ضيف كبير بنعتز بوجوده، أستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ رفعت. اهلا بيك يا استاذه اسماء. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ رفعت. في البداية كده احنا عايزين نعرف، في دول بتتبع نظام الأغلبية وفي انتخابات بتتبع نظام النسبي. احنا هنا في مصر اتبعنا نظام مختلط. عايزين نعرف هل حقق التوازن فعلا ولا في لسه مشاكل معينة فيه؟ هو بس الإجابة برضو على الأسئلة اللي انتوا سألتوها في المقدمة وتبسيط بالنسبة للسادة المشاهدين. أنا عايز أفرق بين شكلين من الانتخابات. مثلا شكل أنا هنتخب مجلس إدارة نادي أو هنتخب من يمثلني في البرلمان. النادي عندي قوائم من المرشحين، بس هي القايمة دي أو النظام الانتخاب بتاع النادي إيه؟ يقول والله إحنا عايزين 4 اللي فوق السن و4 تحت السن. يعني مثلا اللي كانوا عضو في النادي أقل من 15 سنة لهم مرشحين، واللي أكتر من 15 سنة لهم مرشحين. فإذا أنا هختار 3 من هنا وهختار 3 عشان كل من واحد يمثل الفئة العمرية بتاعته، صح كده؟ يبقى عندي 3 هنا و3 من هنا. فجه في الفئة الأولى اللي هي فوق ال 15 سن نجح ال3، واللي بعديه رقم 4 جايب مثلا 500 صوت. رقم 4 في اللي فوق السن بس مش ناجح. في القايمة الثانية اللي هم أقل تحت من السن، تحت السن نجح ال3، لكن الثالث هناك في القايمة اللي هي تحت السن عدد الأصوات بتاعته أقل من ال500، جايب 200 صوت بس نجح. يبقى بالتالي في قايمة في مرشح جايب أعلى أصوات من مرشح في قايمة تانية وهو اللي مثل والتاني ما مثلش فعلا. ده بالنسبة للإيه بالتبسيط، بس بالنسبة إن شكل من الانتخابات.
تعال بقى بالنسبة للجدل الكبير على مستوى العالم كله في نظام الانتخابات البرلمانية. هل أنا عندي اللي هو الفردي والقايمة ده نظام. هل أنا عندي نظام وطبقا للدستور والقانون بتاع هذه الدولة أن أعتمد في الانتخابات على نظام قوائم الحزبية فقط؟ أنا عندي أحزاب زي مثلا إسرائيل جنبنا مثلا، أو بريطانيا على سبيل المثال، أو الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، ولا عندي آخد بين بنظام الأحزاب، أتيح فرصة نسبة للأحزاب ولا نظام فردي، الفرد أو المستقلين. تمام. هل أنا في نظام الحكم في الدولة، هل أنا نظام رئاسي يعني أعلى سلطة في الدولة هو رئيس الجمهورية، ثم بعد كده رئيس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية والقضائية، الأربع سلطات، ولا نظام برلماني زي ما هو موجود مثلا في إنجلترا على سبيل المثال؟ السلطة العليا التنفيذية هي رئيس الوزراء. طب الوزارة هنا اللي بيشكلها في النظام البرلماني بتتشكل منين؟ من الأحزاب، على حسب نسبة الأحزاب، عدد الأصوات اللي تمثيلها في البرلمان. فلو هدي مثلا بالنسبة لبريطانيا، أنا عندي حزب العمال وحزب المحافظين وحزب الأحرار. جه حزب العمال ما خدش 50% من إجمالي أصوات الناخبين. هل يشكل الحكومة؟ هو يعرض عليه تشكيل الحكومة، بس لابد يعمل ائتلاف مع حزب آخر يرفع أصواته عشان يتعدى ال 50%. يتعدى ال 50%. طيب ده النظام البرلماني. بالنسبة للنظام الرئاسي لا، هناك فرق ما بين رئيس السلطة التنفيذية الأعلى هو رئيس الجمهورية وتشكيل البرلمان. طب البرلمان هنا في هذا النظام ممكن يتشكل إزاي؟ إذا ما كانش عندي أحزاب يبقى النظام الفردي. ما عنديش أحزاب خالص يبقى نظام الفردي. طيب لو ما عنديش أحزاب لكن في الدستور بينص على إن 50% من أعضاء البرلمان يكونوا من العمال والفلاحين زي ما كان قبل كده، اتلغى هذا الشكل من الانتخابات، يبقى في الحالة دي أنا بلتزم بما نص عليه الدستور. الدستور عندنا في مصر أتاح نظام الانتخابات في النهاية يعني يجمع ما بين الاثنين، ما بين النظام الحزبي ونظام الفردي. أستاذ رفعت، بس بما أننا بنتكلم عن الدول، أنظمة الدول التانية، مختلف نظام مصر عن دولة زي ألمانيا. نعم. ألمانيا ماشية على نظام المختلط أو mixed member proportional. ده بيحقق التوازن. ممكن مصر تاخد ألمانيا ما فيش أي دولة تاخد نظام تاني كأنه نظام أمثل بالنسبة لها على مستوى العالم، وإلا ما كانش حصل الاختلاف ده. ليه يا أستاذ رفعت؟ هم مش بيحققوا التوازن؟ لا، طبيعة المجتمع عندهم يحقق التوازن عنده. إنما ليه ما خدتش بيه أمريكا؟ ليه ما خدتش بيه إنجلترا؟ ليه ما خدتش بيه فرنسا؟ كل مجتمع وشأنه وما يرى من الشكل الأفضل لطبيعة المجتمع وطبيعة التمثيل البرلماني داخل البرلمان للفئات المختلفة. احنا كنا قبل كده عملنا نظام الأحزاب 80% والفردي 20%، وكنا خدنا بنظام الأحزاب فقط، فأبطل هذا النظام لأن كده حرم المستقلين وكذا، فبدأنا نجمع ما بين النظامين. طبقا للدستور والقانون أنا عندي نظام القايمة ونظام الفردي. ما حدث في هذه الانتخابات دي السنة دي يعني ده لأول مرة يحدث في مصر. إيه لأول مرة في إيه؟ وهو نظام القايمة المغلقة. هي قايمة واحدة وفيها عدد من المرشحين وأنا أروح كناخب. المفروض نظام القايمة المغلقة دي يبقى فيه أكتر من قايمة للأحزاب. تم الاتفاق على أن هذه القايمة المغلقة تضم ممثلي مجموعة من الأحزاب. دي بتتحدد قبل الانتخابات قبل أصلا. الانتخابات قبل أصلا ما الشعب يبدأ ينتخب كأحزاب. والله أنا هيخصص اللي هو تعديل القانون اللي حصل في مايو مثلا بالظبط مقعدين، ده 4 مقاعد، ده 6 مقاعد، ده 8 مقاعد وهكذا. بعد ما يرتبوا
الأعداد يتحط الأسماء في الغالب. هل الأحزاب دي البرامج بتاعتها، أنا ببسطها بس للسادة المشاهدين، متوافقة مع بعضها لدرجة أن أحطهم كلهم في قائمة واحدة؟ لا. طب ده تسبب اصلا في اقصاء بعض الناس؟ شيء طبيعي. بالإضافة أنت حرمتني أنا كناخب ان انا اختار اللي انا اللي هيمثلني يمثلني في القايمه دي. لو انت نازل بقايمه حزبيه خاصه بالحزب سين وانا عارف البرنامج بتاعك، ممكن بنتخب ممثليك او لا انتخب. عارف الاشخاص دول والبرنامج بتاع الحزب بتاعك، فهنا تفرق ما بين. طب ده مشكله القايمه. طب لو اتكلمنا على الانتخاب الفردي، نعم، هل ده المرشح اللي هو عنده قاعدة شعبية هو اللي بيكسب، ولا اللي قادر يصرف أكتر أو يعمل دعاية انتخابية أكتر؟ شوف حضرتك سؤال مهم جدا، بس أنا عايز أقول لك النظام القايمة هنا عندنا دلوقتي هيمثل 50% من البرلمان، والنظام الفردي هيمثل 50% من البرلمان. طيب جينا عند السؤال المهم اللي حضرتك سألته، هل شعبية هذا المرشح هي الحكم في الموضوع سواء صرف أو ما صرفش؟ أقول لك في بعض الدوائر خاصة اللي فيها قبلية من شوية، العصبية المحلية والقبلية. أصل ده من عيلة فلان، أصل ده من قبيلة فلان، له عصبية في هذا، من شعبيته تجعلني إن أنا أختار هذا أو بعض الشخص. الدعاية، عن طريق بعض الدعاية، أو إذا كان يعني ربنا اداله وأنفق بالدعاية الكثيرة بما فيها التبرع لبعض الأماكن، الوعد ببناء مستشفيات. طب في نقطة عند دي يا دكتور، نوع من دكتور تضليل الشعب يا أستاذ رفعت، في نقطة عند دي يعني نقف عندها. يعني دايما الناخب بينتخب المرشح اللي بيعمل فعلا خدمات أو بيقدم له خدمات. هل ده صح أصلا ولا غلط؟ لأن المفروض عضو البرلمان ده دوره رقابي وتشريعي أكتر من إن هو دور خدمي. في المقام الأول دوره تشريعي ورقابي على الجهاز التنفيذي للدولة، لكن احنا كمجتمع وكثقافة مجتمعية احنا بنتأثر بنسبة كبيرة خاصة في المحافظات والقرى والنجوع والكفور وخلافه. انما يمكن ما تلاقيش نائب الخدمات ده اما يجي يقدم خدمات في القاهرة الجديدة، في مصر الجديدة، في مش منتظرين قوي منه، مش واخد بال حضرتك. هنا يبقى انا بختار النائب الأقدر على القيام بدوره الرقابي والتشريعي داخل البرلمان. إنما أنا في دايرة، في محافظة معينة، في قرية، في مجموعة قرى معينة، هو أنا إيه كل آمالي وتطلعاتي في المقام الأول أنا كمواطن أو أنا كناخب، هي الخدمات التي ممكن إما تقدم لعموم الدايرة أو تقدم لي أنا مباشرة كناخب. أنا ممكن المرشح ده ممكن يساعدني إن يعين ابني، عنده القدرة، أنا واثق. هو ده مش فساد؟ ده مثلا نعتبره فساد؟ لا، هو مش فساد، هو دور خدمي لأبناء الدائرة، خاصة في ظل عدم وجود حاليا بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو ما عملناش مجالس محلية على المستوى القومي. المجالس المحلية دي دورها مهم جدا، بيقلل من الاعتماد على نائب البرلمان ان انا ألجأ اليه في الخدمات. ليه؟ لو انا دلوقتي عضو مجلس محلي قرية او عضو مجلس محلي مدينة، وانا كمواطن انا عندي مشكلة في القرية، سواء مشكلة عامة لينا كلنا او مشكلة فردية، انا هدور على عضو مجلس النواب عشان الجا له، ولا عضو المجلس المحلي اللي هيلتقي؟ اصل المشكله دي تتحل في المحافظه، هتتحل في المركز، هتتحل في يعني المسار القانوني عن طريق المجالس المحليه، مش بالضبط. عن طريق فهنا بتقلل الضغط والاعتماد على ممثلي انا في البرلمان في موضوع الخدمات. انما ما دام غاب دور المجالس المحليه مش موجوده، يبقى لا، هو زاد العبء او زاد الامل ان يقوم بالدور بالاضافه الى الجانب الرقابي والتشريعي الجانب الخدمي. طيب استاذ رفعت، ايه اللي يخلي يحصل اعاده في بعض الدوائر في ظل ان دوائر تانية بتحسم من اول؟ شوفي حضرتك، في هنا نظامين. نظام يقول لحضرتك اللي هو نظام الفرصه الواحده في نظام انتخابي،
أي إن النتيجة اللي هتطلع في الانتخابات دي من المرة الأولى اللي هيحصل على أعلى الأصوات ده فايز. أعلى الأصوات ده هل هو حقق 50% زائد 1 من إجمالي عدد الأصوات اللي راحوا أدلوا بأصواتهم في اللجان؟ لا، لا مش شرط بيبقوا حققوا ال 50%. 40%، 35%. بيتم الإعادة. بس هو لا، ده النظام الفرصة الواحدة. تمام. أما لو فيه نظام الإعادة يبقى أنا إذا المتقدم للترشح في هذا النظام إذا فاز في الجولة الأولى ب50% زائد 1 من عدد الأصوات دي ينجح. طيب أنا عندي 12 مرشح في الدائرة ولم يحصل منهم أي واحد على 50% زائد 1. هيحصل إعادة، بس إعادة بين، وهي دي لها مقعدين، يعني عايزة أختار مرشحين. مين اللي هيعيد هنا بقى؟ أعلى 2 مرشحين. أعلى في الأصوات. 4. على ما أنا 4. هختار 2. تمام. فلا بد الأول والتاني هنا والأول والتاني هنا. فمن ال4 دول أختار 2. فيبدأوا ال4 يخشوا انتخابات الإعادة. هنا هجاوب على السؤال اللي حضرتك سألته، بتقول إزاي واحد هيكون واخد أصوات كان أقل وفي انتخابات العادة يفوز. أنا هبسطها للسادة المشاهدين. وأنا عندي 2 مرشحين على مقعد بيعيدوا، بس كان اللي نازلين على المقعد دول إيه؟ 6. رقم 3 منهم حتى كان واخد أصوات عالية. تمام؟ فلما جه ما حصلش حد حصل على 50% زائد 1، فطلع الأول والتاني ده اللي هيتم بينهم الإعادة. طيب الأول والتاني ده هل مضمون إن الأولاني ليه اللي هو الأولاني؟ لأنه أعلى الأصوات بس ما حققش ال 50%. ما وصلش. التاني أقل، وفاجأ بإن التاني الكسبان لأنه أخذ أصوات ثالث مرشح. مش ثالث مرشح، ثالث ورابع وخامس. باقي الأصوات اللي هم كانوا راحوا انتخبوا آخرين وما نجحوش، بدل ما صوتهم ما يكونش موجود فيبدأوا يحولوا للمرشح لمين أيا كان بقى الشخص اللي هنراهن عليه. مش هو اللي حصل على أعلى الأصوات في الجولة الأولى. ده ممكن الثاني كان حصل فارق ما بين الأولاني والثاني 20,000 صوت مثلا يعني. وتلاقي اللي جايب أصوات عالية دي وفارق 20,000 صوت على اللي بعديه، يقول لك ده مضمونة بالنسبة لي أنا اللي هنجح من على طول بعد الانتخابات مباشرة بتاعت الإعادة. لا، الناس اللي كانوا منتخبوا آخرين وما نجحوش يبدأوا هم يراهنوا مين اللي هينتخبوه من الأول والتاني. قد يراهنوا على التاني أكتر من الأولاني، فيبقى التاني اللي حصل على أصوات أقل من الأولاني هو اللي يفوز، بيتجاوز الأصوات بنسبة المرشحين التانيين، وبالتالي الأقل أصوات هو اللي ممكن. طيب أستاذ رفعت، احنا سمعنا عن بعض التجاوزات والشكاوي في المرحلة الأولى. من الناحية المهنية إمتى نقول إن فعلا حصل تجاوز حقيقي؟ مش احنا اللي بنقول يا أستاذة أسماء، ده اللجنة العليا للانتخابات بتحدد على أساس إيه؟ وبناء على شكاوى مقدمة سواء من أفراد أو المرشحين نفسهم، وبتبدأ تفحص هذه الشكاوى، أو هي نفسها بدون تقديم شكاوى ترصد مثل هذه المخالفات. منها إيه بقى؟ أولا الهيئة الوطنية للانتخابات أو الهيئة العليا للانتخابات بتبقى مسؤولة عن العملية الانتخابية منذ أول إعلان عن موعد بدء الانتخابات، وإعداد كشوف الناخبين والإجراءات اللي هتتخذ وعدد اللجان وأسماء المرشحين وكل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لحد إعلان النتيجة. أعلنت النتيجة انتهى دور الهيئة العليا للانتخابات. فتيجي مثلا الهيئة العليا للانتخابات محددة إن ممنوع منعا باتا استخدام أي ألفاظ فيها نوع من الحض على الكراهية ولا التفرقة بين المواطنين أو تحقير بعض الأشخاص أيا كان. فتلاقي حد خالف ذلك في الدعاية الانتخابية، تحكم في ذلك الهيئة الوطنية للانتخابات. طيب ضبطت عمليات رشاوى انتخابية خارج البتاع، ضبطت من الأجهزة الأمنية من غيره واخد معها، فتاخد القرار الهيئة العليا للانتخابات
بإبطال هذه الانتخابات في هذه الدائرة. نمرة 3 أثناء إجراء الانتخابات نفسها، يوم إجراء الانتخابات وجت أعلنت النتيجة، بس هنا مش الهيئة الوطنية اللي هتعلن النتيجة، لا، الطعنة أمام الإدارية العليا هي اللي هتبطل هذه الدائرة إذا لم تقم الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء زي ما حصل في انتخابات المرحله الاولى كده. 19 دايرة. مم. ليه أبطلتها؟ إن مثلا أنا عدد الأصوات التي ذهبت إلى هذه اللجنة 20,000 صوت، 20,000 ناخب. إجمالي عدد الأصوات اللي طلعت في النتيجة لمجمل المرشحين 24,000. يعني هذا اللي سجلوا 20، اللي راحوا انتخبوا 20، يبقى هنا في تزوير. روسي ده 24. يبقى هنا تزوير، فتبطل اللجنة تماما وتبدأ تعاد الانتخابات. أستاذ رفعت، بما إن حضرتك ذكرت الرشاوي، نعم. رشاوي انتخابية. هل الدعاية المادية أو المالية دي مش نوع من أنواع الرشاوي؟ الدعاية المادية، أنت حضرتك أعمل لافتات، أعمل مواكب للدعاية بالنسبة لي، وميكروفونات وكذا، ومهرجانات ومؤتمرات أصرف على تنظيم مثل هذه، دي الدعاية المشروعة. بس لها سقف محدد في الإنفاق ومحدداه الهيئة الوطنية للانتخابات. لكن الرشاوى الانتخابية اللي حضرتك تقصديها واللي أنا أقصدها واللي المواطن اللي بيشوفنا دلوقتي عارفها كويس قوي، الفلوس العينية وحاجات بتحصل قبل الانتخابات، بتحصل قبل الانتخابات لدرجة صورت كثير من الأفلام ناس قاعدة قبل اللجان بتقبض الناس بالصوت، ويجي كمان بيعملوا ما يسمى بالورقة الدوارة. ايه الورقة الدوارة؟ ادي البطاقة الترشيح اهي موجودة، انا بسلمها لك وتيجي تخش، انا معلم لك على اسمي انك انت كانك انتخبتني، وهو يدخل يستلم البطاقة السليمة الفاضية من جوه ويخرج بيها يسلمها للناخب لي، او ما انا اكتب انا اسمي وهكذا. البطاقة الدوارة. او ودي اذا ضبطت تبقى مخالفة، بيصور الناخب مين اللي رشحه، مين اللي اختاره، وبالتالي تبقى العيب على مين يا استاذ رفعت؟ على المواطن اللي مش فاهم، غير متعلم او عدم خبره، ولا على الناخب نفسه؟ ما هو المواطن هو الناخب، انما تقصد المرشح الاثنين. لان انا لجأت، هو حضرتك اللي بيدي رشاوي ده مش بموافقتي، والرشاوي دي مش طالعه من عندنا ليه، وقوم وزع الحاجات دي كده على كذا كذا كذا، اعمل كذا كذا، انا مشترك معاه في هذه الرشوه الانتخابيه. بس احنا نعلم ان بعض فئات الشعب غير متعلمين او على عدم درايه كامله بالحمله الانتخابيه. لا بس ما ياخدش فلوس ويقول لا حللها الناس، دي مش رشوه انتخابيه مهما كان المستوى المادي. يعني نحب نفكركم ان الديمقراطيه مش بتبقى يوم، ده سلوك مستمر، مشاركه ووعي ورجاء. قبل ما تصدق اي كلام طالع من مصادر مش موثوقه او على السوشيال ميديا، اعرف الاجراءات القانونيه واسال الجهات الرسميه، ارجع لهم عشان تفضل العمليه الانتخابيه نزيهه ومنضبطه. وبنفكر حضراتكم برضو ان الدور الحقيقي للنائب هو التشريع والرقابه، والدور الخدمي مش اصله قانوني لكنه بقى جزء من الواقع السياسي عندنا. بما اننا اتكلمنا طول الحلقه عن معنى التمثيل الحقيقي، احب اقول كلمه صغيره في الاخر: الانتخاب مش صفقه يوم ولا تبادل مصالح لحظيه. صوتكم امانه وقيمته اكبر من وعود سريعه. الاهم ان كل واحد يختار الشخص اللي شايف فعلا انه هيشتغل وهيفهم وهيوفر احتياجات الناس ويوصل صوتهم. مش مجرد فتره الانتخابات بس، اختاروا اللي يستحق واللي تمثيله ليكم يبقى إضافة للدولة، مش مكسب مؤقت وبعدين محدش يشوفه. وبكده أقدر أنهي معاكم حلقتنا، وبنشكر أستاذ رفعت فياض شكرا جزيلا على الحلقة الرائعة وعلى وجوده معانا، وبنشكر حضراتكم على المتابعة، ونشوفكم في حلقة جديدة من وسط الدايرة.